أهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. احنا النهاردة يا شباب وصلنا مع بعض للليتسيوني نوميرو 21. النهاردة وصلنا مع بعض للدرس 21، وبكده خلاص تكون السلسلة بتاعتنا قربت تخلص، قاعد فيها 9 حلقات بس. أتمنى من قلبي إنك تكون استفدت من السلسلة دي وتعلمت منها حاجات كتير قبل ما نبدأ في سلسلة جديدة. لو انت لسه اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تتابع السلسلة دي من الاول، انا متأكد انها هتفيدك. يلا بينا نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة على طول عشان ما نضيعش وقت الحلقة ولا وقتك يا صديقي الجميل. في الدرس بتاع النهاردة يا شباب هنتعلم افعال المجموعة الثالثة. احنا زي ما اتعلمنا في السلسلة اللي احنا اخدناها ان الافعال في اللغة الايطالية متقسمة لثلاث مجموعات رئيسيين: افعال المجموعة الاولى اللي بتنتهي باري، افعال المجموعة التانية اللي بتنتهي بايري، افعال المجموعة التالتة اللي بتنتهي بايري. ودي اللي هنركز عليها النهاردة لان احنا شرحنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت افعال المجموعة الاولى وافعال المجموعة التانية، وشرحنا القاعدة بتاعتهم وازاي تصرفهم في المضارع مع الضمائر الشخصية. النهارده هنتعلم ازاي تصرف افعال المجموعه الثالثه بكل بساطه مع الضمائر الشخصيه. يلا بينا نبدا على طول. زي ما انت عارف يا صديقي الجميل من الحلقات اللي فاتت ان الفعل في اللغه الايطاليه متقسم لجزئين: جزء ثابت اللي هو الجذر، وجزء متحرك اللي هو النهايه. لما بنيجي نصرف الضمير، لما بنيجي نصرف الفعل سكوزا، على حسب الضمير اللي هنصرف مع الفعل بنشيل النهاية ونضيف نهايات جديدة على حسب الضمير. طب ايه هي يا عم بروم النهايات اللي هنضيفها في افعال المجموعة الثالثة؟ ضمير ايو بياخد او، ضمير تو بياخد اي، ضمير لوي اولي هو او هي بياخد اي، ضمير نوي بياخد ايامو، ضمير فوي بياخد ايته، ضمير لورو بياخد اونو. طب يلا بينا ناخد أمثلة عشان نفهم. أول فعل معانا هنصرفه هو فعل سنتيرة. سنتيرة ليه معنيين يا شباب، يعني يسمع أو يشعر. بنعرف إزاي؟ بنعرف معناه على حسب موقعه في الجملة. طب يلا بينا نصرف الفعل ده مع بعض في المضارع مع الضمائر الشخصية ونطبق القاعدة. القاعدة بتقول إيه؟ هنشيل النهاية اللي هي إيرة وهنحط النهايات اللي احنا لسه واخدينها. فهقول إيو سنتو، إيو سنتو، tu senti, lui o lei sente, noi sentiamo, voi sentite, loro sentono. طب يلا بينا ناخد مثلا tu senti la musica، tu senti la musica، انت بتسمع مزيكا. طب يلا بينا ندخل على فعل جديد عشان نثبت المعلومة أكتر، هو فعل دورميره. دورميره يعني فعل ينام. هنعمل إيه؟ هنشيل النهاية اللي هي إيره ونحط النهايات اللي إحنا لسه واخدينها. يبقى هقول إيو دورمو، تو دورمي، لوي أو لei dorme، noi dormiamo، voi dormite، loro dormono. طب مثال مثلا هقول io dormo bene، io dormo bene، أنا بنام كويس. طب يلا بينا ناخد فعل تاني، هو فعل بارتيره. بارتيره يعني يغادر أو يبدأ، على حسب برضو اللي بيتكلم بيحطه وبيستخدمه ازاي، لكن معناه الأصلي هو يغادر. هقول io parto، tu parti، lui o lei parte، noi partiamo، voi partite، loro partono. مثال هقول مثلا noi partiamo domani، احنا هنغادر بكرة، احنا هنمشي بكرة. فعل تاني معانا هو فعل offrire. offrire يعني يقدم أو يعزم. ممكن يعني أنا ممكن لو هعزمك على حاجة أو هقدم لك حاجة يعني بنستخدم الفعل اللي هو offrire. طب يلا بينا نصرف الفعل ده. هقول io offro، tu offri، lui o lei offre، noi offriamo، voi offrite، loro offrono. مثال مثلا هقول loro offrono un regalo، loro offrono un regalo،
هما قدموا لنا هدية. ريجالو يعني هدية. آخر فعل معانا في الحلقة بتاعت النهاردة هو فعل أبريرة. أبريرة يعني يفتح. هقول إيو أبرو، tu apri, lui o lei apre, noi apriamo, voi aprite, loro aprono. طب مثلا ناخد مثال، هقول lui apre la finestra, lui apre la finestra. finestra يعني شباك، finestra يعني شباك في اللغة الإيطالية. وبس كده يا شباب، تكون شرحنا أفعال المجموعة الثالثة ببساطة، وتعلمنا إزاي نصرفها، وتعلمنا النهايات الثابتة. نراجع بسرعة على النهايات. الضمير إيو بياخد أو، الضمير تو بياخد إي، الضمير لوي أولاي بياخد الضمير نوي بياخد إيامو، الضمير فوي بياخد إيتا، الضمير لورو بياخد أونو. لما بنيجي نصرف الفعل بنشيل النهاية اللي هي إيرة ونحط النهايات اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي. وبس كده، الموضوع بسيط. تقدر تطبق القاعدة دي على أغلب الأفعال اللي بتنتهي بإيرة. طب ليه قلت أغلب؟ لأن في جزء تاني من الأفعال اللي بتنتهي بإيرة ليه قاعدة تاني وطريقة تاني في التصريف هنشرحها في فيديو تاني علشان ما نشتتكش. كل اللي عليك إنك تسمع الفيديو كويس وتركز في كل كلمة. وهسيب لك دلوقتي أسئلة على الشاشة تحلها وتكتب لنا في التعليقات حل الأسئلة دي. لو عرفت تحلها كويس يبقى أنت فهمت الدرس، لو معرفتش يبقى محتاج تسمعه تاني. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، وتكتب لنا في الكومنتات إذا عجبك الفيديو وحل الأسئلة، أو تحب نتكلم عن إيه في السلسلة اللي جاية. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.